السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو النهارده انا اللي هعمل معاكم الاكل مش ماما. انا اللي قلت لماما ليا مزاج ان انا اطبخ النهارده. هنعمل صينيه فراخ في الفرن وبطاطس برضو في الفرن، بس ايه، حاجه جامده كده. احنا مقطعين البطاطس لا تخينه ولا رفيعه عشان تعرف تستوي حلو. ومعانا بقى الحاجات اللي هنحطها على الفراخ اللي هي في الطبق اللي هناك، ودي حاجات البطاطس: فلفل وبصل وثوم. ممكن تحطي فلفل حراق وفلفل كوبي، بس ده كان فلفل كوبي بس احنا ما بنحبش الحاجه حراقه قوي، فما حطيناش ايه فلفل حراق. ونحطهم بقى على البطاطس، اللي هو البصل مقطعه ايه كده، ايه، حلقات كده. ممكن تفرغيه بايدك، تكون كل حلقه لوحدها، ممكن تعملي كده، وممكن تسيبيها ايه تتفرغ وانت بتقلبي كده عادي. هنقلبهم بقى مع بعض عشان الطعمه تتمزج مع بعض ويكون طعمها حلو. هنحط شويه من صلصه الطماطم دي، وكل ما كان صلصه الطماطم ياما في البطاطس كل ما كان الطعم معاكي احلى وهتعمل صوص اكتر. هنقلبها كده زي ما انتم شايفين. هنحط شويه كمان عشان كانت قليله، وهنسيب بقى حبه للفراخ. هنقلبهم كده مع بعض لغايه كل ما الطماطم والبطاطس كلهم يتمزجوا مع بعض كده. ونحط بقى شويه زيت والبهارات: فلفل وملح وكزبره ناشفه وكمون، وعندك اي بهارات اللي هي الاكل او كده تحطي عليها، اللي هي زي كاري، كركم كده. وهنا حطينا شويه حته سمنه بلدي. ممكن لو عندك اي نوع سمنه تاني تحطي عادي، بس الاحسن ان هي سمنه بلدي، بتدي طعم وريحه وبتفرق في التست الطعم قوي. وهنقلبهم كده لغايه ما كلهم يتمزجوا مع بعض عشان يدونا ايه طعم حلو. خلصنا البطاطس كده، هنركن السمنه على جنب، وهنحط بقى البطاطس هناك عبال ما نعمل صينيه الفراخ عشان ندخلهم كلهم الفرن مع بعض. هنقلب الطماطم مع البصل مع الفلفل الكوبي برضو مع الثوم والبهارات: ملح وفلفل وكمون وكزبره ناشفه وكاري وكركم، بس انا ما حطيناش كركم الصراحه، كانش عندنا كركم. هنحط بقى، هنحشي كده ايه، هنفرغ الجلد عن اللحم ونروح حاشينه. انت ممكن اصلا بدل ما تعملي اللي هي تقطعي كل حاجه كده، ممكن تضربي كل اللي هي الطماطم والبصل والفلفل ومع البهارات كلهم في التلاقه في الخلاط، وتروحي حاطه الفراخ وحاطه عليها الصوص اللي احنا لسه عاملينه ده كله، وحطاه في التلاجة ساعتين ولا 3 عشان ايه تشرب الطعم. بس انا اخواتي يعني بيحبوا اللي هي الطماطم والبصل والفلفل يكون قطع كده، بيحبوا الطعم ايه كده اكتر. بس في الحالتين الطعم حلو، بس هما بيحبوا يغمسوا الرز بالطماطم والبصل والفلفل كده، بيكون طعمه حلو برضو. اصلا الطماطم والبصل لما ايه يكون متطعم مع الفراخ. هو زي ما انتوا شايفين هنحشي الفراخ عشان تتطعم من جوه. هنا حطينا بقى الكبد والقوانص وخلطنا كل الفراخ. هنحط بقى صلصة الطماطم دي عشان تدي لون كده، كأن تحمر الوش بتاعها عشان تبقى حلوة معانا وتدينا لون حلو وطعم حلو. هنقعد شوية كده ونعمل اللي هي وش الفراخ من فوق عشان تتحمر ويكون طعمها حلو. وهنا احنا خلصنا صينية البطاطس وصينية الفراخ. هنا بقى انا خدت التليفون من ماما، هي اللي كانت بتصورني عشان اعرف اصور حلو. دي حتت السمنه اللي احنا حطيناها، هي لسه ما ساحتش بس هتسيح لما تخش الفرن، فعادي يعني لو فضلت كده. هنا بعد ما استوت بقى الفراخ، انتوا بتحطوها شويه على النار من فوق تتشرب، تغلي شويه كده وتجي تدخليها الفرن. هنا بصوا الطماطم الياما حلوه ازاي في البطاطس، تدي طعم حلو، والفراخ برضو كانت حلوه قوي، تستاهل بقكم. هنا بقى الورك ده ماما كانت سلقاه عشان تعمل عليه شويه ملوخيه، عشان طبعا الملوخيه بتتعمل بشوربه وتبقى حلوه. عملت لنا بتنجان مخلل وسلطه. لو عجبكم الفيديو اعملوا اشتراك ولايك.